بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. عشان تعرف الدردرة اللي في عربيتك كردان ولا جنوط ولا إيه. هو طبعا الكردان دلوقتي غالي، يعني مش سهل. مش هنقول إن إحنا نغير كردان، هنقول إن إحنا نرفه على مخرطة بس عشان تريح نفسك، سواء جنوط أكساد بلي أو كردان من الدردرة. لأن 70% من العربيات فيها دردرة في المشي. المهم بترفع العجلتين ورا وتقوم جاي نازل جايب دواسة وجايب مفك، وتقوم جاي حاطه على الكردان كده. لو ايدك عمالة تتهز زي دي كده يبقى الكردان فيه رفة. لو حطيت المفك وايدك ثابتة ما بتتهزش يبقى الكردان ما فيهوش اي حاجة، يبقى الدردرة من حاجة تانية. وعشان تبقى عارف، ساعات الصلايب لو مبوشة جامد تعمل كده، انما لو مبوشة حاجة بسيطة ممكن الكردان يبان الرفة بتاعته. فانت دلوقتي انت شايف الكردان اساسا من غير ما احط عليه المفك، انت لو دققت فيه كده هتلاقي فيه رفة من غير اي حاجة. بس انت لو واخد بالك من ايدي هتلاقيها بتتهز، معنى كده ان المفك بيتهز، معنى كده ان الكردان فيه عالي وواطي اللي هو الرفة يعني. فالرفة دي تعمل معاك احلى دردرة في السرعة. فده حاجة بسيطة ان انت تعرف عربيتك فيها ايه لو فيها دردرة، ويا رب اكون فدتكم.